ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. بما اننا عملنا فيديو عن الانجليش واتكلمنا فيه عن كل حاجه تخص الانجليش، كنت باخد مع مين من المدرسين اونلاين وفي المدينه بتاعتي مين برضو، وحليت كام كتاب وايه الكتب اللي انا حليتها وازاي نحل قطع وازاي نحفظ كلمات كتيره. اتكلمنا فيه حرفيا عن كل حاجه تخص الانجليش، فاللي ما شافش الفيديو هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت للناس اللي حابه تشوفه. المهم الفيديو ده اتسال عليه اسئله كتيره جدا مهمه جدا 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 ومحتاجه مني رد طويل، لان الاسئله دي مهمه جدا جدا. فانا قررت ان انا هعمل فيديو وهرد فيه على الاسئله دي. احنا ان شاء الله بعد الفيديو ده مكملين في السلسله بتاعتنا اللي هي ازاي هنذاكر كل ماده، وان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل الاحياء وبعد كده ان شاء الله العربي. فالفيديو ده هيكون بس ردا على الاسئله بتاعت انجليش، وان شاء الله الفيديو ده مش هيكون طويل زي كل الفيديوهات التانية. حاول ان انا الفيديو ما يطولش مني زي المره اللي فاتت. نيجي بقى لفقره المشروبات بتاعتنا. انا بقى المره دي مش هعمل مشروب. ليه بقى؟ لان انا مش قادره اشرب اي حاجه، علشان انا عملت في نفسي حركه تحفه جدا الصبح. انا امبارح كان الجمعه، ففضلت نايمه براحتي شويه يعني. فلما صحيت فضلت بقى صاحيه لحد الساعه 4 الفجر اللي هو فجر يوم السبت. فانا طبعا عندي جامعه يوم السبت، فقلت ان انا هفضل مطبقه ومش هنام، اصلا كلهم ساعتين فليه انام واعذب نفسي واقوم. فقلت هقعد اذاكر اناتومي وبعد كده هنزل الجامعه. وانا بقى رحت الجامعه دلوقتي ورجعت، وبصراحه التجربه كانت وحشه جدا جدا. كانت سيئه للغايه، لان انا يعني كنت فاصله طول اليوم بجد. انا اصلا من ثالثه ثانوي ما طبقتش، يعني انا اخر ايام كنت بطبق فيها هي ايام ثالثه ثانوي بس، لكن دلوقتي انا كنت مش طبيعي بقى زي البني ادمين عايشه عادي ما بطبقش. فلما جيت جربت التجربه دي بعد انقطاع فتره طويله عن التطبيق، فكانت تجربه مش حلوه خالص. وحاسه ان انا دلوقتي اللي هو انا مضيعه على الاخر، حاسه ان انا اللي هو انا جعانه نوم. المهم بقى من غير رغي وكلام كتير خلونا نبدا على طول في الفيديو. يلا بينا. اول حاجه انا قلت لكم في الفيديو بتاع الانجليش ان انتوا المفروض على الاقل كل يوم تحلوا قطعه على الاقل، علشان لما تخشوا الامتحان تبقوا متعودين على حل القطع. في ناس كتيره جدا منكم قالت لي ان الكتاب مش فيه قطع كتيره، يعني الكتاب بيكون فيه تيست في كل يونت، والتيست دي فيها قطعتين بس، فهم مش بيلاقوا قطع كتيره عشان يحلوا كل يوم قطعه. فانا بقى كنت بعمل ايه في المشكله دي؟ انا كنت بجيب كتاب مراجعه السنه اللي فاتت، زي مثلا الكتاب ده مش كتاب مراجعه السنه اللي قبل بتاعتي، يعني ده كتاب مراجعه السنه بتاعتنا احنا، بس الكتاب اللي انا كنت بحل منه مش معايا دلوقتي، بس انا بوريكم يعني كمثال. انت بتجيب كتاب مراجعه زي بيت باي بيت مثلا للسنه اللي قبلك، والكتاب ده بيكون فيه حوالي 13 تيست، والتيست الواحد فيه قطعتين، فانت كده عندك 13 في التين يعني 26 قطعه. تقدر ان انت تروح مثلا تجيب كتاب اي حد مثلا من السنه اللي فاتت انت تعرفه، وتصور منه الامتحانات اللي في اخر الكتاب دي، وتصور منه القطع يعني اللي فيه، او تروح لاي مكتبه تقول لهم انا عايز اصور مثلا القطع بتاعه كتاب السنه اللي فاتت بتاع المراجعه، وتصور القطع اللي فيه وتحلها. ده حل. في حل تاني بقى وهو الحل الاريح واللي هيناسب الكل، يعني لان مش كل الناس ليها حد تعرفه مع كتب السنه اللي فاتت. الحل التاني بقى هو ان انت بتنزل ابلكيشن. الابلكيشن ده بيكون اسمه مثلا كومبرينشن، يعني انت بتكتب في البحث كومبرينشن، بيجي لك كذا تطبيق، والتطبيقات دي بيكون فيها قطع كتير جدا، انت تقدر تحل القطع بتاعتها عادي جدا مفيش اي مشكله، قطع والاسئله موجوده وكل حاجه. ففكره ان انت تنزل تطبيق هيكون كويس جدا جدا، لان انت بقى هتلاقي قطع كتيره جدا اللي براحتك بقى، ومش هتكون متقيد مثلا بعدد معين من القطع. فلو انت عندك مثلا حد قريبك مثلا اختك او اخوك او اي حد مثلا قريبك معاه كتب السنه اللي فاتت، ممكن تاخد منه كتاب المراجعه بتاع الانجليش وتحل منه القطع اللي موجوده في المراجعه يعني. او ان انا زي ما انا قلت لكم كده، لو انت ما عندكش اي حد بقى تعرفه او كده، تنزل اي تطبيق، يعني انت بتكتب مثلا على متجر جوجل اللي هو عادي لو انت تليفونك اندرويد او اي حاجه، يعني زي ما بتنزل بتكتب بس كومبريهنشن، وبيجي لك ابلكيشنز كتيره جدا جدا تقدر تختار منهم اللي انت عايزه وتحل قطع كتير براحتك. نيجي بقى للنقطه الثانيه اللي حابين نتكلم عنها، بما ان برضو في الفيديو اتسال اسئله كتيره جدا عايزين مدرس كويس في الانجليش وكده، فانا بقى جايبه لكم مفاجاه. مستر حسن النجار عامل كورس تاسيسي على اليوتيوب. الكورس ده نازل مجانا بدون اي فلوس، نازل فري لكل اي حد يقدر يشوفه على اليوتيوب. الكورس ده بقى هيكون عباره عن ايه؟ الكورس ده هيكون عباره عن 4 محاضرات ب4 فيديوهات. المحاضره الاولى هتكون عن البريزنت سامبل وهو المضارع البسيط، والبريزنت كونتينيوس اللي هو المضارع المستمر. دي المحاضره الاولى. المحاضره الثانيه بقى هتكون عن البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام، والبريزنت بيرفكت كونتينيوس اللي هو المضارع التام المستمر. ثالث محاضره بقى هتكون عن الباست سامبل اللي هو الماضي البسيط، والباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر.
والمحاضره الرابعه هتكون عن الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام، والباست بيرفكت كونتينيوس اللي هو الماضي التام المستمر. وطبعا الجرامر ده كله مهم جدا ليك كطالب ثانويه عامه، مهم جدا جدا ليك سواء بقى اي مرحله اولى او ثانيه او ثالثه ثانوي. الجرامر ده مهم جدا جدا ليك. ده كورس تاسيسي مجاني هينزل على اليوتيوب كله، نزل منه لحد دلوقتي فيديوهين اللي هم اول محاضرتين، والباقي ان شاء الله برده هينزل على اليوتيوب. ده مجاني فري لكل طلاب الثانويه العامه. حابه اقول لكم كمان ان مستر حسن النجار القناه بتاعته موجود عليها شرح الجرامر كتير جدا جدا. اي حاجه هتحتاجوها هتلاقوها في القناه. انا هسيب لكم لينك القناه في صندوق الوصف تحت عشان تقدروا توصلوا القناه. وحابه اقول لكم كمان ان مستر حسن النجار فاتح الجروب الخاص بالفيسبوك لكل طلاب الجمهوريه. اي حد عنده سؤال بيكتبه والمساعدين بيردوا عليهم في الكومنتس. فدي حاجه كويسه جدا جدا ان انت لو حابب ان انت تسال اي حاجه فتقدر تسال في الجروب ده. برضه هسيب لكم لينك الجروب ده في صندوق الوصف تحت. وتالت حاجه بقى ان مستر حسن النجار عامل لكم امتحان زي امتحان التجربه كده للثانويه العامه عشان تقيم مستواك. امتحان هيبقى زي امتحان الثانويه العامه بالظبط كده علشان تقدر تقيم مستواك. والامتحان ده كمان هيكون عليه جواز. الامتحان ده مجاني، اي حد يقدر يمتحنه. هيبقى فيه لينك جوجل فورم، هيدخل على اللينك ويملى بياناته. انا هسيب لكم لينك الفورم دي برده في صندوق الوصف عشان اللي حابب يمتحن برده الامتحان ده. كل الحاجات دي حاجات كويسه جدا جدا ليك كطالب ثانويه عامه وكلها مجانيه، فدي حاجه كويسه جدا جدا ليك. كمان مستر حسن النجار عنده منصه، اللي حابب يشترك مع المستر في المنصه برده هسيب لكم لينك المنصه في صندوق الوصف تحت للي حابب يشترك مع المستر. ادخلوا بقى وشوفوا قناه المستر وشوفوا كل الفيديوهات اللي هو منزلها وان شاء الله تعجبكم جدا جدا. تالت سؤال بقى وهو نجيب امتحانات السنه اللي فاتت منين. طبعا زي ما انا قلت في فيديو الانجليش ان انت المفروض تحط امتحان السنه اللي فاتت قدام عينيك وتشوفه كل شويه وتشوف مستوى الاسئله بيكون عامل ازاي. حتى ده بيطمنك وبيخليك كده عارف الامتحان هيبقى جاي ازاي او الافكار هتبقى عامله ازاي. يعني لان في ناس كتير بتبقى متوقعه ان امتحان الثانويه العامه هيجي مرعب وهيجي عفريت كده ومقلق. لا عادي، الامتحان ما بيجيش مرعب زي ما انتم متخيلين. فانت المفروض تشوف امتحان السنه اللي فاتت علشان تقدر تشوف مستوى الاسئله كان عامل ازاي. في ناس بقى سالت نجيب امتحانات السنه اللي فاتت ازاي. بالنسبه للانجليش فانا معايا النسخه الاصليه للامتحان بالاجابات بتاعتها. المستر بتاعنا كان حلله لنا ايام ما احنا كنا في امتحانات ثالثه ثانوي. يعني المستر حللنا الامتحان كله. انا بقى هنزل لكم الامتحان ده في المنتدى عني. ده شكل الامتحان اهو. وفي كمان طريقه عشان تقدروا تجيبوا بيها امتحانات السنه اللي فاتت لاي ماده. يا جماعه ادخلوا على جوجل عادي جدا، اكتب امتحان مثلا اللغه العربيه 2022 بيجي لك عادي الامتحان وبيكون الاسئله باجاباتها عادي. وانا هحاول ان انا اجمع لكم كل الامتحانات ان شاء الله وهنزلها لكم على المنتدى. اللي مش عارف شكل المنتدى هو ده شكله. انت بتدخل عادي على القناه هتلاقي عندك الصفحه الرئيسيه وجنبها الفيديوهات وجنبها شورتس وجنبها قوائم التشغيل وجنبها المنتدى. دوس بقى على المنتدى هتلاقي عندك المنتدى اللي انا بنزله. هنزل لكم فيه بقى، احاول ان انا اجمع لكم لينكات الامتحانات كلها وانزلها لكم فيه عشان السؤال ده اتسال في كل الفيديوهات. لان انا في كل الفيديوهات قلت لكم ان انتوا المفروض تشوفوا امتحان السنه اللي فاتت، فالسؤال ده اتكرر كتير جدا جدا. فبدل ما انتوا تضيعوا وقتكم فانا هحاول ان انا اجيب لكم امتحانات السنه اللي فاتت وهنزلها لكم على المنتدى زي ما انا قلت لكم. وبس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا. وطبعا اكيد تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان توصلكم كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. وتقولوا لي رايكم في كومنت. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن الاحياء، وبعد كده الفيديو اللي بعده هتكلم فيه عن العربي. اعذروني يا جماعه، انا اسفه جدا على تاخيري في الفيديوهات، بس انا عندي ضغط وعندي حاجات كتيره بعملها الفتره دي وداخله على امتحانات ميد ترم فالدنيا بايظه عندي. فاعذروني لو اتاخرت عليكم شويه في الفيديوهات. وبس كده، باي باي.